يا مساء الهنا، تعالوا نعمل مع بعض تحلية الضيوف اللي بيطبوا فجأة. أيوة، بتحصل كتير عادي يعني. صحابك كلموكي، أهلك، حبايبك جايين. هتنزلي زي الشاطرة كده تجيبي تورتية حلوة ولا دستة جاتو مش أقل من 500 جنيه وانتي طالعة. طب وليه؟ الأسعار كلها راحت في داهية. اعمليها في البيت بمكونات بسيطة جدا، ومش هتاخد منك غير وقت تسويتها في الفرن مش أكتر. يعني في التلت ساعة اللي هتستوي فيهم في الفرن هنكون مجهزين الطبن بتاعها. مقاديرها في السريع: 2 كوباية من الدقيق، 2 معلقة كبيرة من كاكاو خام أسباني، كوباية من السكر، 3 بيضات، فانيلا، كيس بيكنج باودر، بيكنج صودا، نص فنجان صغير من الزيت، وكوباية إلا ربع من المية يدوب فترة. وهخلط كل المكونات دي مع بعض وندخلها الفرن. في التلت ساعة دي هنكون جهزنا الصوص الخطير ده، صوص اقتصادي 100%، والطعم بجد رهيب، حلو قوي. تعالوا نقول المقادير في السريع: كوباية كبيرة من الحليب، عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام الأسباني، معلقتين من الكريم شانتيه، معلقتين من اللبن النيوزيلندي، 3 معالق كبار من السكر، ورشة خفيفة من الفانيلا. وممكن نعزز النكهة ونحط نص بار من الشوكولاتة يكون نوع كويس، وممكن نستغنى عنها لأن المكونات دي تديها طعم حلو قوي. وأول ما الصوص بيجهز بطفي عليه وبديله معلقة كبيرة من الزبدة ونص كوباية من القشطة عشان تديها لمعة وتعزز النكهة، بيبقى طعمها خطير. بعد ما بقطع الكيك طبعا أنا بكون قلبها الناحية العكسية عشان المسام بتبقى مفتحة لسه. طبعا ممكن تدوها الصوص اللي احنا عاملينه ده على طول، ولو عايزينها طرية أكتر بتكوني مسخنة كوباية من اللبن ومحليها بعسل، أو مديها أي نكهة مثلا شوكولاتة أو أي حاجة، وبتسقيها بيها، وبعد كده بتنزلي بالصوص ده بالشكل ده. طبعا الصوص بيبقى سخن، وكمان الكيك بتبقى لسه خارجة لسه سخنة، فبتتشرب الصوص ده بطريقة جميلة كده، وبيدينا في الآخر القوام واللون والطعم الخطير. بجد كانت تحفة، متاخدش وقت ولا جهد، ومكوناتها بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين، موجودة في كل بيت. وممكن كمان تستبدلي صوص الشوكولاتة بالكراميل، السكر موجود والمية وكل حاجة متوفرة الحمد لله. ممكن تحوليه كمان لمربى الحليب، وممكن تحطي اي صوص جاهز عندك. يعني الاختيار دي بتاعتك انتي. بالنسبة للكريم شانتيه انا حضرتها برضو وهي في الفرن، يعني الموضوع كله خد تسوية الفرن اللي هي التلت ساعة. طبعا الحاجات دي احنا عملناها اكتر من مرة مع بعض، فهقول لكم المقادير عشان افكركم بيها: كوباية من الكريم شانتيه الخام، نص كوباية من السكر البودر، كوباية ونص من اللبن المتلج او المية زي ما انتوا حابين، رشة من الفانيلا، وبتبقى جاهزة معانا، مخدتش وقت. ممكن تعملي جرنشة بقى زي ما انت حابة، عندك مكسرات حطي، عندك فواكه، عندك فارماسي، الحاجات اللي انت بتحبيها وتفضليها. كل الحاجات دي سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت ولا جهد، بس أهم حاجة كده تخشي تصفي ذهنك كده وانتي شغالة، وتبقي مبسوطة بالحاجة اللي هتعمليها. ودي كانت أسرع تحلية ممكن تحضريها لضيوفك اللي بيجوا فجأة، سهلة وبسيطة واقتصادية. كانت معاكم سبا العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.